بيبدأ فيلمنا مع العالم العبقري براندل واللي بيكون معزوم في حفلة وبيتكلم مع صحفية اسمها فيرونيكا عن آخر أبحاثه وبيقول لها إنه قدر يعمل اختراع هيقلب العالم كله. ففيرونيكا بتسأله الاختراع بتاعه ده هيأثر على العالم إزاي بالظبط. فبراندل بيقول لها إن تأثيره هيكون كبير جدا وبيحب إنه يستغل فرصة كلامهم مع بعض. فبيقول لها إنه بيعمل قهوة حلوة جدا ممكن إن هم يشربوها في المعمل اللي في بيته، والمرة يوريها الاختراع الجامد بتاعه. ففضول فيرونيكا بيغلبها وبيخليها تروح مع راجل غريب لمكان هي ما تعرفوش، واول ما بيوصلوا بتلاقي ان المعمل بتاعه في مكان عشوائي. ده غير انها اول ما بتدخل مش بتبقى مستريحه، فبتقول لبراندل ان دي فكره وحشه منها وانها هتمشي. فبراندل بيهزر معاها وبيقول لها انه مستحيل يسيبها تمشي عايشه بعد ما شافت اختراعه. فهي بتقول له انها لسه ما شافتش اي حاجه. فبراندل بيشاور لها على اختراعه اللي هو حاطه في الريسبشن. فهي بتبص له كده وبتقول له باستغراب ان الاختراع بتاعه ده شبه كابينه التليفون اللي في الشارع. فبراندل بيقول لها ان دي اسمها حجره تنقل. وقبل ما فيرونيكا بترغي كتير بيقوم واخدها وفتح الكمبيوتر بتاعه اللي مش بيشتغل غير بصوته، وبيشرح لفيرونيكا ان حجرة التنقل دي بنحط فيها اي حاجة احنا عايزينها وهي هتتنقل وتروح لحجرة التنقل رقم 2. وعشان يثبت لها بيقول لها تطلع حاجة من معاها، مجوهرات او ساعة او اي حاجة، وتديها له. فهي مش بتغامر باي حاجة معاها غير بالشراب بتاعها، فبتديهوله. فبيقوم براندل حاطه في حجرة التنقل وبيشغل الجهاز، فبيحصل جوه شرارة كهربائية وفجأة الشراب بيختفي. وهي بتحب تهزر هي كمان وبتقول له كويس ان انا ما اديتكش الساعة الغالية اللي معايا عشان ما تختفيش زي الشراب. بس هو بيفاجئها لما بيفتح لها حجرة التنقل رقم 2 وبتلاقي ان الشراب جواها. وفي الاول مش بتبقى مصدقة وفاكرة ان دي خدعة سحرية منه، بس لما بتمسك الشراب وبتلاقي ان هو مش بتبقى مصدقة وبتفتكر بسرعة انها صحفية. فبتقوم مشغلة المسجل اللي معاها وبتبدأ تسأله اسئلة اكتر عن اختراعه، وهو بيروح يعمل كوبايتين قهوة عشان يعرفوا يتكلموا. وبيقول لها ان الاختراع بتاعه ده هيعمل ثورة علمية لانهم هيقدروا ينقلوا اي حاجة غير حية لأول مرة في التاريخ. فهي بتسأله إذا كانت الشركة بتاعته عارفة عن اختراعه، فهو بيقول لها إن مفيش أي حد غيرها شاف أو سمع عن الاختراع. وفي وسط كلامهم المسجل بتاع فيرونيكا بيقف، ففيرونيكا بتطلع مسجل قدام براندل وبتشغله من تاني. فبراندل بيتضايق وبيقول لها تقفل المسجل. ففيرونيكا بتقول له إنها صحفية وهو عارف كده وطبيعي تستغل كلامه ده، بس لما بتلاقي إن براندل مصر إنها تمسح اللي على المسجل مش بترضى وبتقوم ماشية. وتاني يوم بتروح على طول لستاتس رئيسها في الشغل، واللي بالمناسبة بيكون الإكس بتاعها، وبتسمعه كل كلام براندل. لكن ستاتس بيكون شايف ان براندل ضحك عليها وكل الكلام بتاعه ده مش حقيقي ومش بيرضى ينشره. وبراندل كمان بيروح لفيرونيكا وهي في شغلها، واول ما بيعرف منها ان ستاتس مرضاش انه ينشر كلامه عشان هو مش مصدقه بيرتاح جدا، وبيقول لها انه عازمها على الغداء وهيتكلم معاها في موضوع مهم. فهي بتروح معاه، وهو ساعتها بيقول لها انه مش هيقدر يعلن عن اختراعه دلوقتي لانه ناقصه حاجات كتير، واهم حاجه ناقصاه هي انه مش بيعرف ينقل كائنات حيه واللي هو هدف المشروع الاساسي اصلا. وبيعرف انه يوصل معاها لحل وسط، وبيقول لها انها تستنى لحد ما هو يخلص مشروع، وبالمقابل هي هتكون معاه خطوه بخطوه، وبدل ما يكون اسمها مكتوب في عمود في جريده يكون مكتوب على كتاب من تاليفها. فهي بتوافق على العرض الخطير اللي لو قعدت 100 سنه مش هتلاقي زيه. وبعد الغداء بيطلعوا هما الاثنين على المعمل، وبراندل بيوريها تاثير الجهاز على الكائن الحي وبيقوم حاطط جواه قرد ومشغله. فالقرد بيتنقل، بس لما بيفتح الحجره بيلاقوا ان القرد متشوه وشكله صعب جدا. فبراندل بيكون متضايق ومتعصب، وفيرونيكا بتقرر ان هي تعيش في المعمل لحد ما هو يوصل لحل عشان مفيش اي حاجه تفوتها. اما براندل فبيقعد يفكر كتير جدا في حل للمشكله. وفعلا مجرد ما بيصحى تاني يوم بنلاقيه جايب شريحتين لحمه وبيحط شريحه منهم جوه الجهاز والشريحه التانيه بره، وبيطبخهم هما الاثنين وبيدوقهم لفيرونيكا. فهي لما بتدوق اللحمه اللي كانت جوه الجهاز بتقول له ان طعمها غريب كانها بتاكل حاجه صناعيه. فبراندل بيقول لها بالظبط كده، هي دي المشكله. وبيتوصل ان الكمبيوتر بتاعه ما عندوش معلومات كافيه عن اللحمه، عشان كده لما بيفككها وبيرجع يجمعها بتبوظ منه. والحل بيبقى بسيط جدا، وهو انه يبرمج الكمبيوتر بتاعه ويديله معلومات اكتر. وفعلا بعد كام يوم بيرجع براندل يعيد التجربه بتاعته بعد ما ظبط الكمبيوتر، والمفاجاه الكبيره ان الموضوع بينجح والقرد بيطلع سليم. فهم الاتنين بيفرحوا، وفي اللحظه دي كل واحد بيعترف بحبه للتاني وبيقرروا انهم يحتفلوا. ولكن فيرونيكا بتقول له انها مش هتعرف تحتفل معاه وهترجع كمان كام ساعه. فهو بيتضايق، ووقتها بياخد قرار مجنون وهو مش في وعيه، وبيقوم يدخل جوه حجره التنقل عشان يجرب الجهاز على نفسه. بس اللي هو ما كانش واخد باله منه ان في دبانه دخلت معاه الحجره والجهاز اشتغل والاتنين جوه. لكن بعد ما التجربه بتخلص بيخرج من الحجره سليم ومش باين عليه اي اثار جانبيه. اما فيرونيكا فبعد ما بترجع بتلاقيه نايم، فبتصحيه. ولما بتلاحظ ان براندل متضايق عشان سابته بتقول له ان هي وستاتس كانوا مرتبطين وانفصلوا من فتره، وفي حاجات كانت لازم تتكلم فيها مع ستاتس قبل ما ترتبط بيه. فبراندل بيسامحها وبيعدي الموضوع. وتاني يوم براندل بيصحى وبيحس ان في حاجه غريبه،
غريبه، وبيبقى عنده نشاط مش طبيعي، وجسمه بقى مرن وبيقدر انه يعمل حركات ويتشقلب على غير عادته. حتى فيرونيكا لما بتصحى على صوت حركته وبتشوفه بتبقى مستغربه، فبراندل بياخدها وبيخرجوا وبيقول لها ان تقريبا الحاجات اللي بدات تظهر عليه دي بسبب الجهاز، وبيفسرها على ان لما هو اتفكك جوه الحجره الاولى وتركب جوه الحجره الثانيه، القدرات اللي عنده واللي هو ما كانش مكتشفها ابتدت تظهر عليه، وبيبقى شايف ان دي حاجه كويسه جدا. اما فيرونيكا فبتكون ملاحظه ان هو بيتكلم بسرعه وفي طاقه نشاط غريبه، وكل شويه ينسى ويرجع يحط سكر من جديد في قهوته على غير العاده، بس مش بتبقى شايفه ان دي ممكن تكون مشكله كبيره عشان تهتم بيها. وبعد ما بيروحوا فيرونيكا بتلاحظ ان في جرح على ظهر براندل وطالع منه شعر ملمسه وشكله غريب، فبتشيلهوله. ووقتها براندل بيقول لها انه عايزها هي كمان تجرب الجهاز عشان تبقى عندها نفس الطاقه بتاعته، ويبقى هما الاتنين ثنائي ملهمش حل. ولكن فيرونيكا بتبقى خايفه ومش بترضى انها تدخل جوه الحجره، فبراندل بيتضايق منها وبيقول لها انه هيشوف له حد تاني بدلها يجرب الجهاز. فبينزل من بيته وبيقعد يدور على مكان يروحه، فبيدخل بار وهناك بيقابل بنت وبيقعد يتكلم معاها عشان يقنعها تروح المعمل اللي في بيته. لكن وقتها بيجي راجل تبع البنت وبيطلب من براندل انه يمشي، لكن براندل بيتحداه وبيقول له ان اللي هيكسب فيهم في لعبه الريست هو اللي هياخد البنت. فالراجل بيوافق، ويا ريته ما عمل كده، لانهم لما بيقعدوا ويلعبوا ريست براندل بيكسر كل التوقعات وبيبقى اقوى من الراجل الضخم اللي قدامه. بس حاجه غريبه بتحصل، وهي ان براندل بيطلع سائل من ضوافره لونه ابيض بيخلي ايد الراجل تتكسر، وبراندل مش بيبقى واخد باله من السائل ده، وبياخد البنت وبيوديها على بيته. ولما بيحكي لها على الجهاز وبيعمل ايه، البنت برضه مش بترضى انها تدخل وبتبقى قلقانه. ولما براندل بيشدها عشان يدخلها بالعافيه، فيرونيكا بتيجي وبتقول للبنت تمشي من هنا، وبتقول لبراندل انها ودت الشعر اللي كان في ظهره للمعمل، والنتيجه بتقول ان الشعر ده مش لانسان، ده شعر حشره. فهو بيقول لها ان الكلام اللي بتقوله ده سخيف جدا. ففيرونيكا بتقول له ان هو مريض ولازم يطلب المساعده، ولازم يبص لنفسه في المرايه ويشوف شكله اللي باين عليه المرض. فبراندل بيتعصب وبيقوم طاردها بره المعمل وبيقول لها ما تجيش هنا تاني. وبعد ما هي بتمشي بيجري على الحمام وبيبص على نفسه في المرايه، وبيلاقي انه بدا يطلع له شعر غريب زي اللي كان في ظهره، وبشرته بيظهر فيها بقع. ده غير انه بيلاحظ ان شكل ضوافره غريب، ولما بيلمسها بيلاقي ان ضوافره بتقع وفي سائل غريب بيطلع من ايده. فبيتعصب وبيرفض انه يصدق كل الحاجات الغريبه اللي بتحصل له، وبيروح بعدها يراجع عمليه النقل بتاعته من الكمبيوتر. لكن الكمبيوتر بيقول له ان هو كان العنصر الاساسي في العمليه، بس كان في عنصر تاني معاه وهي الدبانه. وبيفاجئوا اكتر انه حصل اندماج في الجينات ما بينه وما بين الدبانه. وبراندل بيتصدم صدمه عمره، وبتمر بعدها اسابيع وفيرونيكا وبراندل مش بيتواصلوا خالص. ولكن براندل بيقرر ان هو يتصل بفيرونيكا وبيقول لها انه عايز يشوفها ضروري، وبتروح له فيرونيكا، واول ما بتشوفه بتلاقيه مش قادر يمشي على رجله، وشكله ووشه بقى غريب جدا كانه وحش. وبيحكي لها على كل اللي هو عارفه وعن اندماجه بالدبانه، وبيبقى حاسس انه هيموت. وهي كمان بتتصدم لما بتلاقي ان ودانه واجزاء من جسمه بتقع، فهي مش بتستحمل المنظر وبتمشي وبتروح لستاتس عشان مش لاقيه حد تتكلم معاه، وبتحكي له عن اللي بيحصل مع براندل. فهو بينصحها ويقول لها تبعد عن براندل خالص. فهي بتقول له انها مش جايه له عشان يقول لها الكلمتين دول، لانها مش هتسيب براندل في الوضع اللي هو فيه. فستاتس بيقول لها انه عايز يشوف براندل وبيطلب منها انها تصوره له. فهي بتسمع الكلام وبترجع بعد كام يوم لبراندل، بس بتلاقي انه شكله اتغير اكتر وبقى عارف يمشي على السقف والحيطان. وبراندل اول ما بيشوفها بيقول لها انه تقريبا هيتحول لكائن تالت خالص. والغريب انه مش شايف ان الموضوع ده وحش، لا بالعكس، ده بيقول لها انه ممكن ياخد جايزة نوبل عن الاختراع ده، وبيخليها تقعد وتصور مهاراته الجديدة. وبيقول قدام الكاميرا انه بقى بيطلع سائل جديد عبارة عن انزيمات هضم بتحلل الحاجة عشان ياكلها زي الدبانة بالظبط. بس الموضوع بيبقى مقرف جدا، حتى لما ستاتس بيشوف الفيديو ده ما بيبقاش مصدق ان اللي بيحصل ده حقيقي. اما فيرونيكا فمصيبتها اكبر بكتير، لان هي بتكتشف بعدها انها حامل من براندل. فبتروح تقول لستاتس عشان يساعدها، لانها هي قلقانه لطفلها اللي من براندل يطلع متشوه زيه، وبتفضل تحلم بكوابيس وبتبقى قلقانه جدا، والافكار الوحشه بتفضل مطارداها. وبراندل بيسال الكمبيوتر على حل للمشكله بتاعته، فالكمبيوتر بيقول ان مفيش حل غير انه يندمج مع انسان تاني. وفيرونيكا بتاخد ستاتس يوصلها وبتروح لبراندل، وبتبقى عايزه تقول له عن حملها، بس لما بتلاقي ان حالته بتسوء وشكله بيتغير اكتر مش بترضى وبتنزل من عنده. وستاتس بيسالها اذا كانت قالت لبراندل، ولكن هي بتقول له ان هي ما قالتلوش اي حاجه ومش هتقول له، وبتطلب منه يوديها لاي دكتور دلوقتي حالا عشان تنزل الطفل ده. فستاتس بيوافق وبيركبوا العربيه وبيمشوا، لكن بنتفاجئ ان براندل سمع وشاف كل حاجه. اما فيرونيكا فستاتس بيوديها لدكتور صاحبه في نص الليل عشان تنزل الطفل. فالدكتور بيدخلها لاوضه العمليات وبيقول لها تجهز عشان يعملوا العمليه. ولكن في الوقت ده بنتفاجئ ببراندل وهو بيكسر الازاز بتاع الشباك وبيدخل ياخد فيرونيكا وبيهرب، وستاتس مش بيقدر يلحقها. وبراندل بيطلب من فيرونيكا انها تحتفظ بالطفل لان دي اخر حاجه هتعبر عنه كانسان. ولكن فيرونيكا بتعتذر منه وبتقول له انها مش هتقدر تعمل كده. اما ستاتس فبيروح على معمل براندل وبيجهز السلاح بتاعه عشان يخلص على
على براندل اللي هو شايفه انه بقى وحش. ولكن اول ما براندل بيرجع المعمل بتاعه وبيشوف ستاتس بيهجم عليه وبيطلع من بقه السائل الابيض ده على ايد ستاتس، فبنلاقي ان ايده بتدوب وستاتس بيصرخ من الالم. وفيرونيكا بتيجي وبتطلب من براندل انه ما يموتش ستاتس، فبراندل بيسيبه وبيروح لها وبيقول لها انه عايزها تدخل الجهاز معاه عشان تبقى هي وهو والطفل مندمجين مع بعض في جسم واحد ويفضلوا مع بعض على طول. ولكن فيرونيكا بتنهار من كلامه وبتقول له انها مش هتعمل كده، فبراندل بيشدها عشان يدخلها بالغصب وهي بتحاول انها تهرب بس مش بتعرف. وفي وسط ما هو بيشدها براندل بيبدا انه يتحول وكل اجزاء جسمه بتقع وبيطلع منه كائن غريب وبشع جدا على شكل دبانه. ولكن الكائن ده بيفضل يشدها وبيدخلها جوه الحجره بالعافيه، وهو بيدخل في الحجره الثانيه وبيشغل الجهاز. ولكن ستاتس في الوقت المناسب بيقوم وبيبوظ الحجره بتاعت فيرونيكا، فالجهاز بيشتغل على براندل بس وبيحصل خلل جوه الجهاز وبراندل بيندمج مع الجهاز نفسه. فلما براندل بيطلع من الحجره بيبقى مش قادر حتى انه يقوم وبيشاور لفيرونيكا على السلاح عشان تموته. ففيرونيكا بتبقى منهاره ومش عارفه تعمل حاجه، بس بتقرر انها تمسك نفسها وتخلص براندل من عذابه وبتموته وبتعمل اللي كان المفروض يحصل من الاول. وبكده انتهى الفيلم. ولو كان الفيلم ده عجبكم قولوا لنا في الكومنتات لو تحبوا نعمل لكم الجزء الثاني كمان. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.